عمرك سألت نفسك إزاي الأنهار ميتها عذبة وبتصب في البحر ومع ذلك البحر بيفضل مالح؟ إيه اللي بيحصل في الكواليس وخلى البحر طعمه كده؟ الحكاية بتبدأ من السماء، المطر وهو نازل بيدوب فيه غاز ثاني أكسيد الكربون، فبيتحول لمطر حامضي ضعيف، المطر ده لما بيقع على الصخور بيعمل لها تجوية كيميائية وبيبدأ يطلع منها الصوديوم والكلور اللي هي المكونات الأساسية لملح الطعام. هتقولي طب ما النهر هو اللي شايل الأملاح دي، ليه طعمه مش مالح؟ هقول لك لأن نسبة الأملاح فيه قليلة جدا ومية النهر متجددة، النهر بياخد الأملاح دي دليفري ويوصلها للمخزن الكبير اللي هو البحر. هنا بقى السر، البحر ملوش مخرج، الشمس بتبخر المية النقية علشان تعمل سحابة وتسيب الملح محبوس جوه، ومع مرور ملايين السنين والبراكين اللي تحت المية اللي بتطلع عناصر كيميائية من باطن الأرض، نسبة الملوحة فضلت تزيد لحد ما وصلت للشكل اللي بنشوفه النهاردة. الدرس هنا يا بطل إن النتائج العظيمة بتيجي من تراكم حاجات بسيطة، فأنت برضو نفس النظام، لو أنت هتسيب الحاجات اللي عليك وتعتمد على ذكائك وعلى شطارتك بس، هتتراكم عليك معلومات ومش هتعرف تعمل منها حاجة. كذلك أنت لو بتذاكر حاجة بسيطة حتى أو بتعمل اللي عليك على قد ما تقدر، هتقدر توصل لحاجة كبيرة حتى لو مجهودك بسيط. فما تستهونش مجهودك الصغير النهارده لأنه مع الوقت هيعمل منك بطل. دي كانت أصل حكاية ملوحة البحر، ومنتظر أسئلتكم في الكومنتات. يلا سلام.